الكريم وتوحد. ماشي ضروري الاخوان نوحدوا الدول ونديروا رئيس واحد ونديروا وزاره الخارجيه واحده وزاره الدفاع، لا، ولكن خصنا نتوحدوا في السياسه الخارجيه ديالنا، نتوحدوا في الاقتصاد ديالنا، نتوحدوا في كل ما يمكن ان نتوحد فيه في اطار المحافظه على اوطاننا. وهذا الشيء هذا خصو يسمعوا مني الاخوان الجزائريين الذين لا نكن لهم الا الموده. مهما كانت تصرفاتهم حنا ما كندخلوش في المزايدات، ونقولوا لهم هذه القضيه ديال الصحراء راكم غلطيو فيها النهار الاول. الاخوان الجزائريين الا كانوا البوليزاريو واحد المجموعه ديال الشباب غلطات، كنتيو نتوما تشدوهم من يديهم وتقوموا بالدور اللي وصاكم به الله تعالى، ان تصلحوا بين اخويكم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. هذا هو اللي كان خصكم ديروا. مشيتوا كتبنوهم وكتحاولوا تحلوا مشاكلكم بهم، مشاكلكم معانا بهم ومع ريوسكم. راكم غلطين، والزمن بين لكم بلي راكم غلطين، وغادي يزيد يبين لكم بانكم غلطين. راه الصحراء مغربيه وغتبقى مغربيه لان وراءها شعب مؤمن يؤمن بهذه الحقيقة، لأن أبناء الصحراويون فرحون بمغربيتهم، ولأن عندها ملك نشأ في وسط يمتح من المرجعية ويرجع إليها في مختلف الأحوال. فلهذا أرجوكم، ماشي في الوقت اللي غزة تعاني ما تعاني وفلسطين تعاني ما تعاني والأمة العربية والإسلامية كلها مهددة، في هذا الوقت أنتم ما زلتم تتمسكون بكسيطة فارغة وترددونها. احنا اخوتكم وما بغينا لكم إلا الخير، واللي عندكم مرحبا به عندنا، واللي عندنا مرحبا به عندكم، ككفاءات، كقدرات، كإمكانيات، كثروات، ككفاءات بشرية. كيف يعقل هذا الكلام؟ أن تستمر هذه العداوة. رحنا من جهتنا ما كايناش العداوة، وأنا كنتكلم معكم كأمين عام ديال حزب العدالة والتنمية، وكنتكلم معكم كرئيس سابق ديال الحكومة، وكنتكلم معكم بالكلام اللي كان كيصيفط لي جلالة الملك ملي كنهضر مع على هذا الموضوع. معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن حزبنا وهو يلتئم، وضيوفنا الكرام والكبار والذين كان كل كلامهم